بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ذا بول كاست. النهاردة ضيفي وضيف حضراتكم كابتن عالمي، مش بشهادة أنا، ده بشهادة الاتحاد الهولندي لكرة القدم، مش بشهادة أنا خالص. وبعيدا عن إن هو صاحبي، وبعيدا عن إن هو كان لاعب سابقا في منتخب السويس وفي أسمنت السويس، ولعب كمان أو درب كمان في منتخب السويس، ودرب كمان في أكاديميات زي أكاديمية وادي دجلة وأكاديمية أتلتيكو مدريد. عايز اقول ان احنا النهارده قصاد كابتن يمكن صغير في السن قدي، وانا بعتبر نفسي لسه صغير في السن، لكن قدامنا او قدامه مستقبل باهر جدا، وهيوصل ان شاء الله، وهيكون في وقت من الاوقات وقريب مش بعيد هتلاقوه بيدرب جوه مصر وممكن كمان بره مصر. معايا ومعاكم كابتن احمد ايوب. نورنا يا صديقي. حبيبي ربنا و... يخليك. وانت منورني ومشرفني، متشكر طبعا ان انت الشرف ليا. لبيت الدعوة، وانا بجد ببقى مبسوط جدا لما بلاقي حد من الجيل بتاعنا غير الحياة العملية اللي هو فيها، واخد سكة الكورة اللي هي الشغف اللي احنا فيه. ربنا يخليك، ده شرف ليا يا حبيبي، معاك والله. ربنا حبيبي يخليك. ايوب. عايز ابدا من اخر حاجه بقى انت اخدتها، اللي هي الشهاده بتاعه الورلد كوتشز تمام. بتاعه الاتحاد الهولندي لكره القدم. فهمني القصه دي جت ازاي، مشيت ازاي، عشان بعد كده نفك في الكوره مع بعض. احنا بقالنا 5 حلقات بنتكلم في مشاكل، فخلاص. انا جاي افك يا جماعه، انا جاي بتيشيرت ارسنال يا جماعه. مفيش، هو كان في صديق ليا بعت لي لينك، يعني بيقول لي ان الاتحاد الهولندي جاي مصر بيعمل تمام. برنامج امم. بتطوير وتأهيل المدربين. تمام. فقدمت. الكلام ده امم. كان السنة اللي فاتت، تمام. واتقبلت الحمد لله. الحمد لله. رحت معاهم الاختبارات. جميل. بتبقى في يومين كده زي اختبارات عشان يقولوا ان اختبارات، انت تدخل او لا تتقبل او يعني. لا، يعني امم. بفضل الله اتقبلت. ما شاء الله. فضلت معاهم في جميع المستويات لحد وصلت المستوى الاخير. امم. برنامج جميل بصراحة، يعني خلاني أبص للكورة من منظور تاني خالص، غير اللي أنا اتعلمته في 12 سنة تدريب. امم. أي رخصة خدتها أو أي كورس خدته أو امم. أي شهادة خدتها، غير الطابع الهولندي الموضوع مختلف مختلف عن اي حاجه، خالص صح؟ خالص انا بجد. بشجع منتخب هولندا. انا بحب اه. هولندا عن اي منتخب في اوروبا. لا، ممتعين، مم. والسهل الممتنع بجد، يعني مم. هما اللي هو يعني هي بسيطة، انت ليه مم. بتعقدها؟ حتى كان جميع الكوتشز اللي جات الهولنديين كان عندهم كلمة دايما بيقولوها لنا، مم. اللي هي بسطوها. يعني هما مم. ممكن يكونوا ما مش عارفين تعقدهاش قوي ولا يعني، كلمة اه. بالعربي بالظبط اه، غير بس لو خليك كلمة سيمبل يعني. بسطها، keep it simple. اه. ففعلا احنا شغالين بسيستم وهم شغالين بسيستم تاني خالص. ف هو احنا عندنا سيستم اصلا؟ ما علينا يعني، بس ما علينا. انا مش عايز مشاكل، كفايه اللي فات. احنا اتفقنا مش هنعمل كفايه مشاكل. اللي فات. بس بالظبط. تمام يعني، اه. بس الكره الهولنديه انا بحبها. جميلة. يعني انا بشجع هولندا يمكن مثلا من 2002 مثلا، م- او من 2002. م- م. كاس عالم بقى 2000 ومش 2006 مثلا، انا كنت من اكتر الناس اللي بتعيط في 2010 عشان اه. كاس العالم. جول ما بحبش اسبانيا قوي يعني المشكله ان هي كمان انيستا. راحت لمنتخب انا انيستا. واللاعب انا يعني هو لاعب جامد، بس انا برضه ما بحبوش قوي لان انا مدريدي شويه، ايوه فما بالظبط. بحبوش. يا صاحبي ان شاء الله موفق، ربنا وان شاء يخليك. الله ربنا هيكرمك، اتمنى اتمنى ان انت تستمر، ان شاء ما الله. يحصلش اي حاجة ان هي توقفك. انا عارف ان الدنيا دايما الجيل بتاعنا م. مسحول، ودايما في مسؤوليات كبيرة مظبوط. وهكذا. بس كمل، عشان انت فعلا مشيت مشوار م. ووصلت يمكن جزء كبير منه 30 40 50%، فما ينفعش خلاص بقى يعني انت ايه ترجع فشل. للأسف يعني كلامك صح والله، الواحد بيعمل كل اللي يقدر عليه، بس للأسف الوضع هنا في السويس صعب من ناحية الكورة. ده حقيقة. للأسف يعني بدل ما الأندية بتزود عدد الفرق، الأندية بتزيد، لا الأندية بتقل. امم. يعني عندنا هتلاقي الفرق بتضطر انها تلغي فرق، في امم. انديه بتبيع فرق. امم. ف بتصفي فرق يعني بمعنى اصح عشان توفر مثلا في اي بالظبط، حاجة، اه الموضوع يعني. بقى صعب ماديا على الانديه، فلقينا امم. كتير انديه كتير جدا جمدت النشاط اصلا في امم. جميع الفئات العمريه، امم. وفي انديه بتشارك بفرقتين. ففرص العمل في السويس اصبحت قليله جدا، امم. ما بيش مفيش حد متنفس. تقريبا يعني خلي هتكلم على التدريب، بلاش سكة الميديا خالص عشان بس ما ينفعش اتكلم يعني في النقطة دي. تقريبا مفيش مدربين شباب كتير موجودين من السويس، مفيش حد مثلا عنده نفس الشغف اللي عندك، ان انت بتطلع تروح دورات تدريبية مظبوط. وهكذا، ان هو يحاول يسعى ان هو مثلا حتى لو مش هولندي، حتى لو اي حاجة تانية. مظبوط. مفيش حد تقريبا بيعمل الحاجة دي هنا في السويس، او ما بتبقاش متاحة يعني.
هو للاسف برضه هنا يعني موضوع الرخص مش موجود. يعني امم. اخر رخصه اتفتحت هنا في 2014، امم. من بعدها اتفتحت 2023، يعني تمام. 9 سنين عشان تفتح رخصة للتانية، امم. ولحد دلوقتي مش عارفين نفتح من 2023. امم. عايزين ناخد مثلا رخص تانية، امم. اللي عايز ياخد السي، اللي عايز ياخد البي، اللي عايز امم. ياخد الايه، مش متاحة مش هنا. متاحة مع انها غير موجودة في بلاد افريقيا تانية. عايز اقول لك المحافظات، يعني اقرب بلد لنا اسماعيلية شغالة طول السنة، بتعمل ده انا في لسه بقول الشهر لك ده انا لسه بقول لك رخصة دول الصيف. افريقية، انت بتقول لي لا مش محافظات. رخص، مش بلاد تانية، ده انا لا فاكر في ان احنا مصر. الدنيا بايظة لا عندنا هو خالص يعني. للأسف الاتحاد قعد فترة كبيرة، طبعا كان في مشاكل بسبب الرخص، لأن الرخص مش معتمدة في الاتحادات التانية. امم. فلما جه الدكتور جمال محمد علي، امم. جه يطور موضوع الرخص، الرخص. وطور المحتوى بتاعها بحيث انها امم. تتطابق مع الدول التانية، لأن اللي امم. كان بياخد رخص من هنا امم. عشان يسافر يشتغل بره ما كانش بيعتمد. مش معتمد بيها ومش معترف بيها. فكان بيضطر ان هو يعمل حاجة زي معادلة، او يضطر ان هو ياخد الرخص من اول وجديد هناك، فكانت عاملة مشكلة. او في كورس زيادة مثلا بياخده تحصيلي او تكميلي عشان يقدر ان بالظبط. هو ياخد الرخصة ففكرة بقى ان الناس تبتدي تطلع بره السويس عشان تاخد شهادات او الموضوع رخص، صعب. صعب، لان ناس كتير مننا شغالين مرتبطين بوظيفة، فهي ان هو يسيب البلد فترة طويلة ويسافر، فالموضوع بيبقى صعب، يعني هو يسيب مم. شغله انا برضو ممكن ازود فترة على طويلة. كلامك في الحته بتاعت انا مم. شخصيا، يعني في حته تحليل الاداء. آه، قليل قوي لما تلاقي محللين اداء من السويس، مظبوط. ومش كلهم بيبقى متاح ليهم الفرصه ان هو لو متاح تحليل ده كورس حقيقي. تحليل اداء مثلا مم. او عدد من السيشنز مثلا، مم. مش بيبقى متاح له ان هو يروح يحضر. ده انا حقيقي. لما كنت بروح احضر، ناس تقول لي ايه يا عم انت مجنون، انت رايح في يوم اجازتك رايح تاخد كورسات؟ اه يا جماعه، انا حابب المجال، حابب الحاجه دي، فانا برضو رايح. وبرضو من الحاجات اللي انت بتقولها ان هو مش معترف بيها كتير، في كباتن، في كوتشز دوري ممتاز مش معترفين اصلا بمجال تحليل اداء يعني. فعلا كان اخرهم احمد سامي احمد سامي، مع كابتن احمد السيراميكا. سامي يا عم، ما رضيتش ما اقول كانش اسماء بس حابب. يعني دي الحقيقه يعني. وكابتن حسام لا حسن على بس فكره، انا مش تقريبا. هخاف اهو، كابتن حسام اه حسن كان بيشتغل من غير كانش محلل اداء وما عايز. كانش مقتنع ده بمحلل حقيقي. اداء. ده حقيقي. فيعني نتمنى ان شاء الله يعني ان ايه الشباب ان هم يبتدوا مم. خش المجال، ما تخافش. يا ريت. يعني احنا كده كده في السويس، القاهرة بينك وبينها ساعة ونص، مم. فاللي هو هتروح كورس تدريب هنا، كورس تدريب هنا، هتستفاد. ولا انا بس كلامي والله الواحد غلط؟ عنده امل ان يعني الجيل اللي طالع ده ياخد حقه ويبتدي يشتغل، يعني في امم. عندنا تجربة. ايه الجيل اللي طالع ده؟ ما احنا اللي الجيل اللي طالع يا عم، يا يعني عم احنا مش كبار يا عم يا عم بالظبط. ما لان كبرناش. في ناس فعلا، في ناس بجد فعلا بقالها سنين وسنين شغالة، اه. ما عملتش اي بصمه، يعني ولا خدت بطوله، ولا حققت اي حتى بطوله محليه، ولا تركت بصمه على امم. لعيبه، ولا طورت لعيبه حتى. يعني هو امم. ما فيش لعيب مثلا طلع من تحت ايديها وراح في حته تانية، امم. ما عملش حاجه، ولسه الناس دي شغاله، والعجله عماله تدور عليهم، وهم تمشي من هنا، يمسك بس هنا، يمشي هنا، تحس ان هي يمسك هنا. النمطية يعني نفس ماشي نفس للاسف. التراك ما وللاسف في جيل بيتحركش. يعني هيتدفن. ففي امم. ناس، في تجربه حصلت مع اصدقاء لينا من غير ما نسمي يعني، امم. حققوا انجاز السنه دي، وربنا يكرمهم وما شاء الله شغالين. ان فالجيل ده شاء فعلا الله. الناس فاهمه، ناس متعلمه، ناس دارسه، ناس بتشتغل فحققت صح، نتائج. مش شغالين وكده وخلاص، شغالين بمنهجيه فعلا. امم. فلو فعلا الناس زي الناس دي خدت فرص، المشهد هيتغير 180 امم. درجه بجد، لكن على احنا مستوى التدريب، على مستوى الاداره، على جميع المستويات. خلينا برضو نقول ان دايما الاقاليم بتبقى مظلومه شويه في كتير. الحاجات دي، مظبوط. ويمكن من اكتر الاقاليم اللي انا بشوفها، والله بعيد عن ان انا سويسي، مم. بس من اكتر الاقاليم اللي بتبقى مظلومه في الحاجات اللي زي كده ده هي حقيقي. السويس. ده حقيقي. مش في مجال الكوره بس، يمكن في مجالات تانية كتير. مم. سواء هتتكلم في ميديا، هتتكلم في غيره وغيره وغيره، برضو السويس بيبقى فيها بعض النقص كده في الحاجات دي، او مظبوط. في الماتيريالز دي. مم. بس يعني نتمنى ان شاء الله ان الفتره شاء اللي جايه الله. باذن الله. نبقى احسن. طب ان شاء خلينا الله. بقى نروح بقى للكره اللي بجد. مم. انت عايز تتكلم على المصري صح؟ انت عايز تتكلم انا عن معاك. لا خليها في الاخر، خلينا نتكلم على الكرة اللي بجد. تمام. نتكلم مثلا عن الصفقات اللي بتتم حاليا في الدوري الانجليزي بشكل اخص، بما انه امتع واقوى دوري في العالم، مع احترامي للي بيتفرجوا على اسباني ايطالي. ده الايطالي يا حقيقي. جماعه كان زمان، ودلوقتي انا بتكلم في الحاضر. تمام. الانجليزي هو دلوقتي رقم واحد. بما اني لابس تيشيرت ارسنال، فاكيد هتكلم على ارسنال. طبعا. متابع ايه في ارسنال في الصفقات؟ ايه رايك اللي بيحصل في الصفقات دلوقتي بتاعت ارسنال؟ ايه اللي فايتك مثلا ونتكلم فيه مثلا مع بعض؟ لا هو اخيرا يعني ارسنال بعد الحمد تعب لله. جابوا مهاجم. جبنا مهاجم الحمد لله الحمد يا صاحبي، لله. الحمد لله. دي كانت تقريبا القطعه الناقصه في الفرقه. حصل. وما جابوش مهاجم قليل، يعني جابوا جيكريس يعني.
حاجة جامدة جدا جدا يعني. ال كان 53 نفسي فيه ماتش بصراحة مانشستر 53 ماتش ب يونايتد. 81 مساهمة تهديفية في الموسم 100 الحالي تقريبا 102 جول في في سيزونين، في تو 98 سيزونز. لا انا بقول في لك التو السيزون اللي سيزونز. فات 58 ماتش و81 مساهمة تهديفية، لا ما شاء 63 الله جول يعني. مرعب بجد يعني. الحمد خصوصا مع التدعيمات اللي برضه يعني نورجارد دخل مكان توماس بارتي. لله. زوباميندي مكان زوباميندي طبعا جورجينيو، طبعا ما ده ينفعش اتكلم يعني جورجينيو. طفرة كبيرة في خط الوسط. موسكيرا بنزود العمق كمان بتاع الدفاع. موسكيرا برضه معانا يعني لا فعلا كيبا. ومدويكي، ما ينفعش ننسى مدويكي. مدويكي انا لسه راح اقول لك عليه برضه. ما خدتوش ليه؟ ما خدتوش ليه عندكم مانشستر يونايتد يا عم؟ هم كنتوا يفتحوا فرع خدتوه. تاني لتشيلسي عندكم. مش ممكن والله العظيم، انا مش فاهم ايه اللي حاصل في كل ارسنال ان سيزون احنا لازم بنروح اتنين نجيب لعيبة تشيلسي. مش فاهم. ثلاثة كل من سيزون راح تشيلسي. اجيب من تشيلسي يعني، مش فاهم ليه يعني. انت شايف ان عمق التشكيل اللي احنا عملناه ده يعني طبعا اكيد تحت اي وضع هو احسن من اللي فات، لكن هل أكيد. بقوه كبيره؟ هل القوه اللي هي تعوض ارتيتا ان هو يقدر يعمل حاجه؟ ممكن يعني ينافس لفترة أطول من ما كده. تقوليش هننافس على المركز التاني تاني. لا. يعني مقارنة بالليفر بيعمله انا دلوقتي. تعبت يا صاحبي. تعبت 3 سنين ورا بعض مركز تاني، مقارنة تعبت. بالليفر بيعمله، لو اه. الليفر جاب إيزاك والكلام. بقول لك ايه، مش هيجي. لا ما خلاص النهارده لويس دياز ما هو لويس دياز في في بايرن. ميونخ. اه حلو. هياخد الفلوس من هنا يخش مش على هيجي. إيزاك. اه انا عارف ان نيوكاسل مش معاهم ايزاك دلوقتي في المعسكر التحضيري. بالظبط، هو ايدي هاو طلع وقال لك ان هو مش هيجي معانا المعسكر بتاع وهو كوريا. رودريجو ده هيقعد كده في ريال مدريد. بس لحد دلوقتي ما هم اللي قالش على هياخدوه رودريجو. يا عم. ايا كان رودريجو او ايزاك مع اللعيبه اللي جت الليفر مرعب هو بص، خلينا نقول ان كريكيز، فريمبونج، طبعا. فيرتس، مامارتشافيلي، مم. بتتكلم طبعا يعني دياز مشي، ففي الغالب انت بتتكلم في جاكو. لا سيبك من جاكو ده موجود. اه انا بالظبط. بتكلم على اللي جم. مم. فانت ممكن ايزاك او رودريجو. انا يا جماعه شايف ان الاقرب والافضل لرودريجو. شوف انا راجل ارسنال اهو، انا عارف ان الكماليه بتاعته موجوده في ليفربول، مش عندنا. مظبوط. عندنا مش عارف اديله فلوس من الاخر. ده انا ايزي يا راجل ب 68 مليون مش عارف اخلص فيه. يمكن انا بحب الاثنين بس انا ميال اكتر لايزاك. ايزاك برضه خصوصا ان هو مش غريب على الدوري الانجليزي، عارف الاجواء تمام. متأقلم، مش هياخد وقت عشان يتأقلم. فهتفرق معاه جامد قوي. خصوصا ان هو وبعدين هو مش شايف حد غير الليفر يعني. جاله عرض خرافي من الهلال السعودي. هو قال انا انا كنت لا. لسه هاجي لك واقول لك ان مفيش حد هيدفع ثمن ايزاك غير حاليا ليفربول، مم. والناحيه الثانيه السعوديه. لا تركيا هو لحد هتدفع دلوقتي قالوا ولا المانيا هتدفع ولا فرنسا هتدفع بالظبط. ولا اي حد هيدفع. في كلام ان العرض الاول هيطلع من الليفر ب 120 مليون 120 اه. باوند زائد اضافات. بس هم بيقولوا هيرفضوا يعني. هم انا مش عايزين يوصلوا عارف. الصفقه ل هو 150. بس الليفر ديجو جاهز يعني. جوتا مات من هنا والفلوس طلعت من هنا. تقريبا ده الورث مش عارف ايه اللي بتاعه. حصل يعني. ايه الصفقات الكتير اللي هم جايبينها؟ انا متفاهم جدا فريمبونج، مم. متفاهم كركيز، متفاهم فيرتس. لكن انا مش متفاهم ايزاك. دي النقطه اللي خسرتهم الدوري السنين اللي فاتت لما كانوا بينافسوا مع السيتي كان امم. عنده عمق في التشكيله مش طبيعي. طبعا كان عنده يعني كان 3 فرق عنده مش ثلاث فرقه فرق واحده مش فرقه فعلا بالظبط. فهم كان يعني في السيزون اللي خسروا فيه الدوري 97 نقطة على فرق نقطة يعني. امم. السيتي جاب اه 98. ما كانش فيه دكة لما كان لاعب يتصاب ما كنتش بتلاقي حد كان بره. بينزل بقى بهارفي اليوت ومش عارف ايه كانش والناس فيه اللي هي تشامبرلين بقى كسرت وكان جيمس اللعيبه. ميلنر اللعيبه اللي كانت موجوده لسه صغيره شباب دي، كير كان جونز والكلام ده كان يعني. لعيبة صعبة قوي يعني. فدلوقتي انت لو مسكت كل مركز هتلاقي الاثنين لعيبة جامدين جدا يعني. انت امم. عندك اليسون مامرداشفيلي البديل بتاعه. امم. عندك فريم بونج البديل بتاعه. كونور برادلي برضه لعيب برومسنج على جدا. الناحيه الشمال روبرتسون ده هم مع ما كانوش عايزين كيركيز. يجيبوا لعيب مكان ارنولد. قال لك خلاص كونور برادلي امم. يشيل. فلا جابوا فريم بونج الناحيه التانيه. في ثلاث لعيبه يعني. عندك شايف الاداره الرياضيه. سيميكاس و... شايف الاداره الرياضيه. ففعلا العمق بقى كبير واللعبه كلها على مستوى عالي يعني. امم. مش البديل مثلا قليل شويه، لا الاثنين جامدين. فانا شايف ان الليفر باشا انا يعني هيروح معلش، في ابعد من انت لو جيت تتكلم في نص ملعب عنده سوبوسلاي، مم. عنده جرافنبرغ، لافنبرغ. عنده ماكاليستر، مم. وراح معلي فيرتس جاب فيرتس. وكورتيس جونز. ما كانش جونز عنده. انا بتكلم ان بالظبط هو يعني اللي في جاب عمق من بره قصدي يعني.
ايه ده يخرب بيتكم انت بالظبط، عايز فهي دي ورايحين يدفعوا بقى. فيه مبلغ 120 برضه 100 مليون من لعيب اعلى الصفقات اللي حصلت في لعيب جميل الدوري او يعني. في الدوري الانجليزي عبر تاريخه. م- فاللي هو عنده اصلا مستوى. انا سوبوسلاي انا بحبه جدا. جدا. لاعب يا جدع لمسته، م. عارف كده اللي هي تخيفك وماكاليستر كده. برضه. لا، ماكاليستر بيبقى عنده اندفاعيه شويه، بس ممكن بيبقى يكون في الاول عشان ما كانش بيلعب في المركز بتاعه. ماتش وماتش لا، كان م. احيانا يعني، اه ويمكن عشان كان جاي لهم عروض فبيحبوا ان هم يامنوا. واحيانا بحس ان بيبقى فيه سياسه كده، اللي هو فيرتز اهو متالق، طب ما اخده انا بدل ما حد غيري ياخده. بالظبط. صح. بالظبط، خصوصا ان هو لسه صغير زي يعني، السيتي. 21 سنة. يعني السيتي راح جاب مرموش عشان بيعلي طبعا، امم بس في نفس الوقت عشان ما حدش يروح ياخد مرموش. هالاند، انا هروح اجيب هالاند عشان انا عندي نقص في النقطه دي، بس عشان ما حدش غيري ياخد هالاند، ده لان حقيقي. ارسنال كان ممكن يروح يشتري هالاند مثلا. وكان الريال مانشستر يونايتد ايه، كان الريال برضو كان في وقت والريال كبير برضه. كان فهو هيخلص فيه. تحس ان هو ايه، لا انا هروح اخلص قبل ما مم. حد غيري ياخد مظبوط. الزبون ده. صح. خلينا اتكلم معاك شويه في السيتي عشان تمام. بعد كده نخش على صغار انجلترا. تشيلسي، انت بتشجع من مانشستر يونايتد صح؟ طبعا. لا نخليها في الاخر. مانشستر سيتي، الراجل لغايه دلوقتي بيتكلم في 3 صفقات. مم. ريان شرقي، تمام. ايت نوري، تمام. ومرموش. مم. لا سوري، مش مرموش، تيجاني ريندرز. ريندرز. تمام. مم. هل في زياده هنشوفها مثلا في السيتي الفتره اللي جايه؟ هل تتوقع ان هو ممكن يجيبوا حد تاني؟ هو لحد دلوقتي ما فيش كلام كتير اتقال على صفقات، لان هم اصلا في انتقالات الشتويه جابوا عدد لعيب كبير. ف مش كبير قوي يعني، بس هم جابوا اللقطات اللي تسدهم يعني. بالظبط، جاب مرموش، مرموش، وجاب عبد القادر خوسانوف. خوسانوف، وكان مفيش في تقريبا حد تاني لعيب يعني. تاني مساك جنبه. يعني هو ما نقدر نقول لعبش شويه. الاثنين دول هم الاقوى بالظبط. في الصفقات الشتويه اللي عملوها. فهو تقريبا المشاكل اللي كانت عنده دعم امم باك ليفت، جاب رايان آيت نوري. امم برضه رايان ران شاركي شارك من جناح ليون بديل شوية، ممكن جناح. يكون بديل دي بروين مثلا. ريان شرقي في الغالب هيلعب رايندرز. على الناحية اليمين بديلا اسمه ايه، سافينيو. سافينيو مم. وبرناردو سيلفا في الغالب هيحترك دكة يا اما بره. بالظبط، فهو كان بس محتاج ده ابن حد. جوارديولا يعني، ما هو عادي ما هيحترك بيلعبش من دكة، ما هو غيره. 30 سنة وهيترك دكة يعني. هو عايز واحد شغال، مش عايز واحد عطلان. بس خلينا نقول ان دي مش دي الصفقات اللي هترجع السيتي تاني ينافس على الدوري. وجهة نظري يعني، انا شايف ان هو ازاي؟ انا انا شايف في التوب العكس. فور، يعني مش هيبقى ند للليفر بالنسبه للصفقات. انا شايف ان لحد دلوقتي الليفر في حته تانيه لوحده خالص بالصفقات اللي هو جابها. امم يعني الليفر بجد هيكتسح، وارد ان هو يكرر الانجاز بتاع، يعني يكررها تاني، يكسب الدوري يكرر تاني. انجاز السيتي ان هو ياخد ليه واحنا الاربع هنسيبه؟ سنين. فكرنا هنسيبه ولا ايه؟ ده انا جايب جوكرز. يعني ده انا مدريد دافع 200 مليون استرليني يا معلم، ليه بس خلي بالك، هو الليفر بيدعم، مم. وارسنال دعم لغايه دلوقتي 6 صفقات والسبعه جايه في الطريق، ويمكن 8. مم. تشيلسي شغال، ده الطبيعي بتاع تشيلسي يعني اصلا معاه بتاع هو. 56 لاعب لحد دلوقتي. مش عارف مثلا. اوديهم فين. لا وغير كده تشيلسي اصلا انا عارف ومتاكد ان هو في اي موسم صفقات صيفي شتوي بيجيب لعيبه. ده لسه لحد دلوقتي بيتكلم مع لعيبه تاني، يعني لسه هيجيب تشافي سيمونز يا من مؤمن، لايبزيج. انا عمري ما شفت فرقه بتعوض لاعب باتنين. مش ممكن يعني هو قال لك نيكولاس جاكسون انا خلاص شكرا اوت، صح كده؟ راح مظبوط. جاب جواو بيدرو من برايتون، وراح جاب ليام ديلاب من ابسويتش. ولسه عايز يجيب طب على تاني. الاقل هجيب واحد، لا اجيب اتنين. هجيب وهو الاتنين. موجود اصلا يعني، ما في لعيبه موجوده ما مشيتش ولغايه يعني. دلوقتي نيكولاس جاكسون ما ولسه مشيش. بيتفاوضوا مع مدافع بتاع اكس اسمه هاتو. جوري الهاتو. ف ده كان عندنا يعني، كان معانا الاول معروض علينا، بس احنا اخترنا موسكيرا. احنا اللي بالظبط. سيبناه بحاول ارفع نفسي شويه قصاد تشيلسي، لا انا سيبته لتشيلسي يعني، فاهم؟ فاللي هو يا جماعه انتوا هتودوا اللعيبه دي فين بس انا بجد مش يعني. معاك ان السيتي مش هينافس على اول الدوري، لا هينافس. خلي بالك، السيتي دايما انا بقيت فاهم، مش يعني ما ينفعش ان انا افهم جوارديولا اصلا، ده مم. واحد في حته تانية. مظبوط. تمام. بس انا بقيت بلاحظ حاجه كده، ارجع للسيزونز اللي فاتت كلها. بيب جوارديولا بيبدا الدوري بالراحه، تمام. يجي بعد نص الدوري يبدا يشد شويه، يجي في اخر الدوري ما بيشوفش حد. صح. جلت معاه الموسم اللي فات وارد. بس. بس الصفقات اللي جت دي مش انا شايف ان هي ممكن ما تعملش الكلام ده. يعني انت الفترة اللي انت بتتكلم فيها دي كان لعيبة خبرات بقالها سنين في الدوري الانجليزي متمرسة، لعيبة تقيلة جدا. امم وعلى الجانب الاخر الارسنال ما كانش في افضل حالاته، ولا الليفر كان في امم افضل حالاته، ولا مانشستر يونايتد. فكان هو فعلا في حتة لوحده. دلوقتي خلاص ارسنال قوى نفسه، تشيلسي دلوقتي واخد كاس عالم اندية. ودوري المؤتمرات.
بالظبط. يعني واخد بطوله اوروبيه واخد كاس عالم. وتوتنهام برضو مش عايزين نفسي ننسى افهم ازاي، توتنهام. والله إيه، لا مش يعني عايزين نفسي ننسى افهم ازاي توتنهام. تشيلسي يا جدعان يكسب يا جماعه، يعني البطولات دي ازاي يا اخوانا يعني. بجد غريب جدا بس عشان بالنسبة لي. عندهم اداره، صح يعني. بص انا ممكن اهزر مم. واضحك والناس عارفه ان انا ارسنالي وكده، مم. بس تشيلسي عنده اداره تصرف، حقيقي. وعنده اداره رياضيه جيده ليها عين، عايز فلان هجيب فلان. فعلا، واللعيبة اللي بتخرج بأرقام. يعني احنا بنتكلم دلوقتي جواو فيليكس هيروح النصر السعودي، اه بيتكلم في أكتر من 50 مليون يورو. هيخرج هو نيكولاس خصوصا إن جاكسون. هو الميلا، يعني الأندية اللي كانت عايزة كانوا يروح بنفيكا. بنفيكا قالت مش هندفع أكتر من 20 تقريبا. فخصوصا يعني هو بيبيع لعيبة، فعلا بيبيع باللعيبة بمبالغ كبيرة ما هو يعني. كده كده لما بيجي لك بيعوض. عرض، من اي نادي سعودي ففي أكيد. ريتش اه طبعا. فوش يعني. مم. وكمان هو بيشغل دماغه، مم. يعني قال لك ايه، هات جرناتشو من مانشستر، بالظبط. دي انا مسميها الصفقه الحرام دي يعني حرام في حرام. ازاي؟ ازاي يا جماعة يعني؟ والله قال لك هات جرناتشو وخد نيكولاس جاكسون. انت فاهم، حرام انا في بتكلم حرام. مانشستر، يعني انتوا شايفين نيكولاس جاكسون ما اعرفش. ايه؟ يعني الناس كلها عامه ليه انا يعني؟ بحمد ربنا ان اندريا بيرتا جالي، يا جماعه لان سيسكو. انا لو كان معايا المدير الرياضي ايدو جاسبر كان هيقبل بالصفقه دي. سيسكو يا جماعه، عمال هاتي سيسكو، صح، هاتي بس سيسكو. سيسكو يمكن الموضوع عشان ارسنال كان داخل جوه الموضوع شويه. دلوقتي نيوكاسل دول دلوقتي عايز نيوكاسل يعوضوا وانتوا عايز مانشستر يونايتد، يعني انا قبل ما اطلع معاك ما فابريزي نيوكاسل عايز يعوضوا رومانو. بدل ايزاك. فابريزي رومانو كان لسه كاتب ان هو ده حقيقي. هو مانشستر دلوقتي يونايتد. بيفكر اشوف يعني الاثنين يعني. انا قبل ما اخش بس معاك في مانشستر يونايتد، خلينا نقفل حته تشيلسي لغايه دلوقتي بيتكلم في ليام ديلاب، جواو بيدرو، مم. جورال هاتو، ما تنساش جيمي جيتنز تمام. من بروسيا من دورتموند. دورتموند. لسه تقريبا لسه هيدعم كمان ناس تانية وهيمشي ناس تانية. كان في كلام على دوناروما بس لا انا تراجع يعني. مستحيل ان هو كان يحصل. هو اصلا كان عنده عدد كبير من حراس المرمى، مم. مشى كيبا شكرا لارسنال، ومشى او بيتروفيتش. هيمشي بيتروفيتش بالظبط مشي كده. مشي. وعنده سانشيز دلوقتي، وعنده حد تاني اللي هو، او عنده اتنين كمان، فاللي هو الدنيا معاه مم. بالنسبه له بس بقت سانشيز مش احسن حاجه، سيبك من اللي هو عمله في الفاينل فاينل. بتاع باريس. او مش في الفاينل بس، هو في هو البطوله كان السيزون اللي كويس. فات ما كانش احسن حاجه. شربهم كتير قوي لا بالظبط. لا ما كانش احسن حاجه. مم. بس تشيلسي من الادارات، والله انا مش عارف اقول كده ازاي، بس من الادارات اللي انا بحترمها حتى قبل توت بويلي، صح. قبل رئيس النادي الحالي. لا، رومان ابراهيموفيتش كان مش كان طبيعي. سفاح. كان مش وكان طبيعي. سفاح يا صاحبي، ده طبعا. بيجيب اي حد. طبعا. انا هخش عارف، بس مش هينفع اقول كده. الجيل الذهبي بتاع ده 2005 ده عامل زي رئيس نادي كان موجود في مصر حقيقي. بيخش يجيب 10 لعيبه هو كان ويحطهم. مش اي لعيبه بصراحه، يعني الجيل كان الذهبي بتاع بيجيب سكواد، 2005 ده كان مش بيجيب سكواد. طبيعي. لا وبعد كده يعني الفتره اللي كان فيها مم. توماس توخيل، الفتره او طبعا يمكن كمان قبل توماس توخيل، دي اكبر غلطه الفتره اللي عملوها في كان فيها تاريخهم. كونتي، الفتره اللي كان فيها جوزيه مورينيو، لا كنت مم. بتلاقي عدد من ده اللعيبه حقيقي. ده كتير حقيقي يعني. فعلا. مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد. لا انا مانشستر هسكت. يونايتد. لا انا هسكت. انت راجل بتشجع مانشستر يونايتد فانت اللي لا تتكلم. لا والله، يعني من انتوا بعد رايحين فين؟ مش عارف يعني لحد دلوقتي دخل اول انتقالات، دخلوا على كونيا. كونيا فقلنا ومبومو. خلاص بقى بداية السيزون، يعني انتقالات نارية مبشرة. بقى. اه هنتخلص من اللعيبة سيبناه العاهات اللي لكم ده على فكرة، موجودة. انا بس بقول لك يعني احنا كنا اه هنجيبه في الشتاء بس سيبناه بس لكم. جبناه برقم كبير بقى. يعني اتنين لعيبة يا جماعة حوالي 150 مليون، ليه يعني؟ مع احترامي الاتنين يعني. بس ايا اه كان، فقلنا خلاص هنجيب لعيبة كتير. في لعيبة كتير هتمشي من اللي عندنا. لحد تمام. دلوقتي ما جبناش حد. انت لغاية دلوقتي معاك مين؟ معاك كونيا مبومو. وبيمو. ومبومو في غيرهم تاني لسه يعني؟ انت بتتكلم في سيسكو، سيسكو لسه في كلام. بتتكلم ان انت عندك ليني يورو اصلا موجود يعتبر لسه ما استغلتوش، تمام، بس النادي محتاج اكتر من كده. بس انا اشوف دايما وجبت اوجارتي الموسم اللي فات برضه برضه. مشكلة مانشستر مش في اللعيبة طب انت ولا في مشكلتك المدرب. فين؟ مشكلة في انت الإدارة. غيرت كمية في مشكلة في يعني. الإدارة كبيرة يعني أوي. انا وقاعد معاك دلوقتي ممكن اعدي لك 5 مدربين مم. كانوا في مانشستر يونايتد وما ده عملوش حاجه، حقيقي. الا قليل قوي يعني. يعني أنا بشوف تنهاج. عكس ناس كتير إن إيريك تين هاج كان مدرب كويس انا بس عكسك اتظلم. تماما، انا عكسك تماما يا راجل. ده باير ليفركوزن مغلوبه 5-1 في الماتشات التحضيريه. هو ممكن مشكلته في اللعيبة إن هو جاب لعيبة كتيرة كانت شغالة معاه قبل كده. صدقني يا صاحبي انا مش هضحك عليك والله ملط. ايريك تين هاج مش عارف، مشيت معاه يعني أنا والله في كنت اياكس يا شايف إن هو جماعه. ممكن يعمل حاجة بس الظروف ما تهيأتلوش. يعني المشكلة في الإدارة، في الإدارة الداخلية فعلا في مشاكل كتير وناس كتيرة تطرقت ليها. فما بشوفش ان المشكله دايما في اللعيبه او في المدرب مهما جبت لحد دلوقتي. يعني انت عندك لعيبه برضه مش على مستوى اللعيبه موجوده لسه تمام. يعني. لا، لازم تتخلص من لعيبه كتير قوي امم فعلا، وتبدا بقى تجيب لعيبه فعلا، يعني لعيبه فعلا عايزه تعمل حاجه، لعيبه متعطشه زي لعيبه ما جعانه بيقولوا. بالبلدي لعيبه كده. جعانه. آه. يعني هم ممكن يكونوا بيفكروا شويه في لعيبه مثلا من الدوري الانجليزي زي كونيا كوني ومبومو ومبيمو. ان اللعيبه دي مثلا بقى لها سنين بتلعب
متألقة وواخدة في الريتم بتاع الدوري يعني فحافظين الدنيا، فابتدوا يجيبوا، مش عايزين يجيبوا مم. لعيبة من بره. مم. حتى لما تطرقوا لموضوع نيكولاس جاكسون ان هم عايزين يجيبوه، فعايزين يجيبوه بحيث ان هو لا ده لاعب بيلعب في الدوري مم. موجود، مش عايزين نجيب حد من بره، عكس ما هم راحوا مثلا جابوا انتوني من وجبت هويلاند. اياكس 100 مليون. هويلاند هايلاند وزيركزي وزيركسي. الموسم اللي آه، فات. سيبنا لكم احنا زيركزي ده عامة. مالاسيا، تيرن مالاسيا بس مالاسيا كان بادئ بداية كويسة، الإصابة اللي حصلت له دي عطلته كتير بوظته قوي، كسر واخر مضاعف. حاجة انا قريتها تقريبا ان مالاسيا وانتوني وجرناتشو ومش فاكر مين تاني، تقريبا كل دول بره التيم يعتبروا لازم. خالص يعني. كان في كلام كتير ان في لعيبة كتير تمشي، بس طبعا ما شفتش حد العظمة مشي. الكبيرة ما ينفعش يمشي. هاري ماجواير. هاني ماجواير. هاني ماجواير. هاني ماجواير تعبكوا فتخيل شوية. بقى اللعيبة اللي احنا عمالين نسمي عليها دي، طب هتعمل ايه؟ ففعلا انت مش هتروح في هي حتة. بص، مفيش حد يقدر يقول ان اموريم يتحاسب على النص سيزون اللي فات. للأسف في ناس كتير حسبته. ازاي يا جماعه؟ يعني ده بجد. ده داخل على يعني داخل على هم بلاوي. اكبر انا غلطه ما عملوها ان هم يعني كنت تسيب ايه تنهج يكمل، يا اما تشيله من اول السيزون، لكن انت بالعكس. طب سيبته اول كام ماتش وانت عارف ان هو مش ليه؟ ما هيتوفق. هو كمل نص سيزون يا صاحبي، ما انت عملش، جبت انت اموريم في عارف ان هو نص مش سيزون. هيتوفق، ان انت ما وفرتلوش اي حاجه، والوضع فعلا كارثي يعني في النادي يعني. امم. آه فجيت في نص السيزون ماشي. طب امم. مين وبعدين. البديل؟ ما بالظبط. او يعني البديل هيجي انت يعمل في ايه؟ لعيبه هيخش عندك يعمل ايه؟ مرتباتها عاليه لازم تخلص منها، كاسيميرو مثلا. اه. ده قاعد انا بشوف ان هو يعني انتوا كان مش عندكم وان بيقدم بيساكا الاضافه. بصراحه بياخد مرتب برضه عالي وما بس كانش في اقوى لعيبه حاجه كتير، يعني. لعيبه كتير لوك شو لوك ده شو ده ابو مثلا عمار ده. السوري ده. اه ده نايم في البيت قد كده وبتاع. اه ده ابو عمار ففي لعيبه السوري ده. كتيره فعلا بتلعب وموجوده في النادي، امم. بتاخد رواتب عاليه، مش ما بتمشي يعني. يا جماعه اللعيبه دي لازم تمشي، نعمل عمليه احلال وتجديد، نغير كل ده بحيث ان الفرقه ترجع تاني. اخر حاجه هزودها بس في حته مانشستر يونايتد دي، ان كان في ماتش كان ما بيننا وما بينكم في تمام. الكاس، اللي هو لعبنا 120 دقيقه وكسبتوا انتوا بضربات الجزاء، كان في الكاس. تمام. الماتش ده انا حللت تحليل اداء، جبت كده تحليل اداء للشوط الاولاني. مم. تمام. الشوط الاولاني انت مش عارف تطلع بيلد اب. ده حقيقي. تمام. مم. المفروض البلاص اللي قاعد بره، انا اسف يعني، المفروض يعمل ايه؟ انا مش عارف اطلع بيلد اب. يعني البيلد اب بتاعي ارسنال بيكسره، تمام. فبتضطر ان انت تشتت تلعب طويل. صح. ما مظبوط. عملهاش، ما حلش باي شكل من الاشكال. هو مصر على حتى الطريقه. حتى ما نزلتش مثلا اوجارتي مثلا اللي يضم شويه عشان يبدا ان هو يسحب حد مثلا، فيبدا ان هو المان تو مان تتكسر فنجري لا، ما حصلش. في نوعية مدربين بتحس إن هي لو غير يبوظ. يعني حابب الطريقة بتاعته أوي، ويعني مش هغير الطريقة مهما كان، حتى لو في مشاكل. يعني في مدرب أنت امم. زي ما أنت بتقول، يا عم أنت مش عارف تطلع بالكورة، يا عم أنت مش عارف اه. غير، لا اه. أنا انا أنا هفضل زي ما هكمل، انا. أنا هكمل. فممكن يكون هو واردنا من نوعية المدربين دي يعني. طيب توتنهام بقى. توتنهام لغايه دلوقتي اول تغيير عملوه ان هو قالوا لانجو بوستوكوجلو بعد ما كسب معاهم الدوري الاوروبي، قالوا له باي باي مع السلامه، وجابوا توماس فرانك. توماس فرانك جه راح جايب محمد قدوس. سبحان الله، بيتكلموا في جيبس وايت من نوتنجهام فورست. حصلت بلوت تويست كده محدش فاهمها، الراجل مكمل مع نوتنجهام فورست. شايف ايه اللي ممكن يحصل مثلا في توتنهام الفتره الجايه؟ ايه اللي هنشوفه بقى مع توماس فرانك بما انه كان مدرب كويس مع برنتفورد؟ تمام. توماس فرانك من المدربين الممتازين فعلا في الدوري، تمام. متمرس. هو تقريبا كان بعد جوارديولا تاني أقدم مدرب في الدوري، تمام. تقريبا من 2018 مع اه الفرقة. هو تقريبا صعد بيهم. اه من صعد بيهم ساعتها تقريبا يعني، بس هو لما اللي صعد بتخن معاهم، هو اللي صعد يعني معاهم لما تخن بالظبط. الذاكره يعني. بس انا شايف النقله من هو مدرب انا بحبه جدا يعني، بس كورته انا حلوه. كنت بحب انجي بوستيكوغلو جدا 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 على المستوى الشخصي يعني، بعيد عن الكوره اللي هو كان بيقدمها. كان ميتو. في ناس كتيره عليها تحفظات عليها يعني، بس انا كنت بحب الراجل ده على المستوى الشخصي يعني. كان في بيقدم كوره تصريحاته، ممتازه. المؤتمرات الصحفيه بتاعته، انا امم. ما كنتش بفوت مؤتمر لا قبل الماتش ولا بعد الماتش. امم. جميع اللقاءات اللي عملها. امم. فعلا الراجل ده كان شخصيه جميله جدا بصراحه، انا حبيته جدا طب واتعلمت منه كتير. ممكن اسالك على حاجه، ليه مشوه مثلا؟ انت دي كانت انت مفاجاه انت بالنسبه انت لي. كسبت بطوله. مفاجاه بالنسبه لي. يعني انت معلش انا اسف، انت كنت المركز ال 14 ومانشستر يونايتد ال 15 او حاجه زي كده في الدوري، ده حقيقي. بس انتوا الاثنين بتتنافسوا على نهائي الدوري الاوروبي، مم. ففجاه بتكسب، انت كسبت بطوله خلاص. ده حقيقي. يعني الراجل كان محتاج شويه تدعيمات مم. وهيقوم. بجانب ان مش بوستيكوجلو بس اللي مشي بسبب ان الاداره مش احسن حاجه. لو تفتكر كان في تصريح برضه لجوزيه مورينيو لما قبل كان الفاينل. لما كان برضه في ماسك توتنهام، مظبوط. برضه قال ان الاجواء مش افضل حاجه.
كان فاينل تقريبا الكاس، قبل الفاينل اقلوه قبلها بكام مش يوم. فاكر لسه قايل بصراحة. التصريح ده النهارده في مش فاكر المؤتمر. بصراحة كانت ايه بالظبط، اه. اللقطة كانت ايه، بس برضو انجي بوستوكوغلو طلع قال نفس مم. الكلام، ان توتنهام مش الاجواء البسيطة او الكويسة خالص. اللي انت ليه بيحصل المفاجأة ده؟ ان هو مشي لان النادي مثلا نادي توتنهام كلنا عارفين ان هو مش نادي بطولات. انت اخر بطولة جهاز خدتها استثماري. من كام سنة؟ من اهي زمن 2025 خلاص طويل يعني قوي. خد لا بطولة. قبلها، من قبلها بسنين سنين طويلة. مفيش فان الراجل ده عمل معاك انجاز، ومش بطولة عادية، ده دوري اوروبي يعني، مش امم خد كاس رابطة مثلا او اه حاجة. فلا ده خد بطولة اوروبية اه يعني. وضمن لك ان السنة الجاية تلعب تشامبيونز ليج. فكانت مفاجأة بالنسبة لي ان هو يمشي بصراحة يعني. هل دي مثلا رؤية من الإدارة، إن الراجل ده خلاص وصل لل 100% أو للماكسيمم، فأنا مش هعرف آخد معاه حاجة تانية، بس أنا بلعب دوري ودوري أبطال الموسم اللي جاي، فمحتاج حد تقيل مثلا يجي تاني؟ ما اعتقدش، لان النادي دايما معروف ان هو يعني، كنت بتكلم مع حد بهزر معاه يعني اول ما تعاقدوا مع امم توماس فرانك، فكان مشاير البوست هو بيشجع توتنهام جدا يعني. تمام. فرحت عامل له كومنت كده، قلت له ده مقبرة المدربين. اه فعلا هو انت كل مدرب أيوه، فعلا دخل توتنهام. بيروح توتنهام بعدها يعني بيريح. نشوف نونو سبريتو سانتو مثلا دخل راح عمل ايه. الدوري السعودي تقريبا بعد كده. خد الدوري السعودي، رجع بعد كده مع رجع نوتنجهام بنوتنجهام دلوقتي، فورست. كان عامل سيزون ولا اروع معاهم السنة اللي جوزيه فاتت. مورينيو قعد سنة ما بيدربش بعد توتنهام، راح مسك فنربخش عمل معاهم أداء مورينيو كويس. بالظبط. ففعلا كل المدربين. كونتي. كونتي ده كان يعني من المدربين العظام بجد. اه اول سيزون ليه جه وما 2017 كترش تشيلسي وما خد الدوري. كترش برضه وما بالظبط. كترش مع يعني فعلا معاهم. فانت. وانجازاته مع انتر ميلان طبعا هي اللي بتحكي عليها. بالظبط. طيب يعني شايف، لو قلت لك رتب لي اول 5 فرق في الدوري الانجليزي الموسم الجاي على الوضع الحالي لغايه ما احنا بنصور دلوقتي، احنا لسه فاضل اسبوعين على بدايه، يعني يعتبر اسبوعين على بدايه بالظبط. الدوري، مم. رتب لي كده من 1 ل5. 20 يوم بالظبط، رؤيتك كده 19. مثلا كام؟ آه... ليفر طبعا رقم واحد. ازعل منك. مش لا بمزاجي، لا لا، غصب ازعل عني. منك انا انت ازعل. عارف انا بشجع مانشستر يونايتد، ما انت بس كده كده وانا عارف بقول ان انت مش الليفر. هتخشها. وانا بقول الليفر انت عارف انا ببقى متضايق طب يا يعني. اخي جاملني. جاملني يا لا اخي. لا، عارف مش مجامله. ماشي، ليفر ثم الارسنال. تاني. طبعا. رابع. كل مرة الرابع. التاني. ماشي. سيتي. تمام. تشيلسي. حرام عليك، انزو ماريسكا بعد كل اللي هو عامله ده يبقى رابع؟ يعني ممكن هو والسيتي يتنافسوا على التالت والرابع. ليه مش شايف هما مثلا؟ تالت طب ورابع. يعني انت الخامس مين بالنسبه لك اخر حاجه؟ انت كده قلت م- 4، مين الخامس كده؟ انت بقت صعبه معاك من، ممكن توتنهام. ممكن توتنهام، مع ان هو نوتنجهام. لسه ما دعمش التدعيم القوي. انا كنت متوقع فرقة تدعم اكتر من كده، بس ما شفتش، ما انت مش سمعتش من شايف اي ان حاجة. مانشستر استون يونايتد فيلا. هيخش خامس؟ لا لا. ولا نيوكاسل؟ احنا نسينا نيوكاسل. ممكن فعلا نيوكاسل نيوكاسل، لو بس فضل ايزاك. برضه في لعيبة بتخرج ولعيبة بتدخل. لغايه دلوقتي هو بيحاول ان هو يحافظ على التيم، هو بالظبط. زود عليهم إيلانجا النهارده من كان نوتنجهام فورست. لانجا كان لعيب جامد أوي. لو ايزاك مشي فاحتمال يتواجد معاهم، طبعا انت سيسكو. عارف ان مفيش مشكله في الفلوس، فممكن بنجامين سيسكو ده. سيسكو دخلوا في احتمال بيقولوا يعوضوا باتنين يجيبوا ويسا من اه برينتفورد. دي برضو كده النهارده بيتكلموا برنتفورد في خلاص هتقع تحت في تماما يعني. رامسديل اللي يبقى بديل امم لنيك بوب. امم برضه ممكن. انا كنت متوقع ان استون فيلا تدعم بشكل احسن من كده، وتنافس السنه دي، استون بس فيلا لحد هو لغايه دلوقتي دلوقتي يعتبر ما عملش حاجه. خالص. ده ما يمكن كمان واتكنز سمعناش انتوا عنه. بتتكلموا عليه. واتكنز برضه يعني لا هو كان شغال. 29 سنه. 30 سنه بس يعني شغال، مم. ما يقولش لا. لا لا، كويس ممشي جدا الحال يعني، طبعا، ممشي كويس الحال. جدا يعني. ليه كل الناس، اخر سؤال هساله لك في الحته بتاعت الانجليزي دي، ليه كل الناس شايفه ان ليفربول بالتدعيمات دي اوب يلا ده هيعمل موسم جبار؟ طب ليه يا جماعه ما تقولوش ان هي هتيجي معاه بنتيجه عكسيه؟ وده اللي انا متوقعه، يمكن دي اول مره اقولها، انا ما قلتهاش قبل كده اطلاقا. يا جماعه برغم كل اللي بيحصل ده، والله ممكن يقع. مش عارف، انا حاسس ان هو يعني شغال صح. السنه اللي فاتت ما دعمش غير بصفقه واحده اللي هي كيزا. وما تمام. تعتبرش انها صفقه، اللي ما لعبش خالص يعني، يعتبر ماشي. دخل السيزون بدون اي صفقات. هو دخل على اللي اتبنى له من من يورجن كلوب. كلوب. ودخل فعلا وخد الدوري بكل اريحيه. في ناس بتقول ان ده حصل بسبب ان السيتي وقع وكل الفرق وقعت، فهو اه مشيت معاه يعني. اه فالسنه دي لما اتحرك فعلا على الصفقات صح. يعني راح مظبوط. جيمي فريمبونج، مم. ففريمبونج بديل ارنولد. فانت برضه ما رحتش جبت حد وخلاص، انت فريمبونج انت جبت لعيب حد تقيل كويس جدا. جبت فيرتز زودت. كيركز كيركز باك ليفت من احسن باكات الليفت اللي موجوده في الدوري. وكان عامل اداء حلو مع بورنموث الموسم اللي فات. مظبوط. بجد لا يعني ارقامه بطريقه مش طبيعيه، مم. ظهير فعلا تحب تشوفه الكره في رجليه. مظبوط. فيرتز طبعا من احسن صناع اللعب اللي في الموضوع اوروبا. منتهي.
الموضوع مختلف. فلما راحوا يعني زي ما انت شايف كده، في دلوقتي كلام على جيهي جويهي من من كريستال كريستال بالاس. بالاس، عشان كوناتي مش عايز يجدد العقد بتاعه واحتمال يروح ريال مدريد. واحتمال يروح الريال. ففعلا هم لما اتحركوا صح، واتحركوا على لعيبه فعلا بوتنشال، لعيبه فعلا هتعمل فرق، مش لعيبه زي ما بيقولوا منتهيه ولا حاجه. يعني هي انا بشوف ان في مدربين كتير ومدربين كبار على فكره. يمكن ارن سلوت ما نقدرش ان احنا نعتبره مدرب كبير قوي لان هو لسه لسه حديث الولاده بالظبط في الدوري بالظبط. الانجليزي. بس بشوف ان ممكن تبقى المسؤوليه تقيله عليه قوي، مم. فالعمليه ما تظبطش معاه. وارد. انا وارد. يمكن ده تمني اكتر من هو توقع. يعني انا بتمنى ان هي ما تمشيش معاه، وارد لان فعلا. انا خلاص انا تعبت. يعني مم. انا عايز بطولات بقى، انا عايز اخد مش عايز كاسات، مش عايز كاس انجلترا ولا كاس الرابطه ولا الكلام ده. انا عايز دوري انجليزي، مش لا هينفع بس معايا انا. الارسنال برضه مش هيبقى خصم سهل خالص، وهينافس بقوه ان شاء طبعا. الله باذن الله احنا ان جبنا شاء الله. الكساحه بتاعتنا خلاص، هنمسح اي حد صح. طبعا اكيد بنتفرج على كرة مصري. طبعا. يمكن بتفاوت شويه. انا بعترف ان انا متابع جيد للكرة المصريه بس مش قوي يعني. لا انا معاك. انت ايه ممتاز، يعني متابع فوق قوي يعني. الممتاز. فوق الممتاز، حلو قوي، حلوه الاداره القصة الرياضيه. ابتدت معايا من زمان، يعني من مم. أيام والدي وعمي الله يرحمه. الله زمان يرحمه. بقى ما كانش فيه برامج زي دلوقتي اللي هي تجيب لنا البرامج التوك شو بتاعت الرياضة يعني. لا، البرامج اللي على الموبايل اللي هي الابس، اللي هي اوكي. تمام. تجيب لك الماتش جاي منين، وترتيب الجدول وترتيب والإحصائيات الدوري والكلام ده والاحصائيات دي كله كلها، انت عارف تمام. هتفتح الموبايل تشوف مين هيلاعب مين وجاب امم. كام جول وعمل ايه، كل امم. الارقام موجودة. تمام. زمان ما كانش فيه الكلام ده، نهاية التسعينات واوائل الالفينات امم. كنت انا وعمي الله يرحمه يعني الله كنا يرحمه. بنجيب الجدول ونقعد نقيد امم. ونحسب الأهداف. فخلاص ده بقى ليه اه. كام جول وعليه كام جول. ايوه. والهدافين نكتب، نعمل صح. جدول الهدافين. الجيل الجديد ما يعرفش الكلام ده وكان خالص. معايا كده راديو ترانزستور، كان عمي بيجيبه من اه. السعودية معاه وهو جاي من العمرة يعني. فكنا بنقعد نسمع، كان زمان بيذيعوا ماتش واحد بس في الأسبوع، مظبوط. فنقعد، وكانت الماتشات كلها بتتلعب في توقيت واحد. اه. فكنا نقعد نسمع المراسل بيتنقل من ملعب لملعب، ونكتب النتيجة أول بأول بحيث نعرف النتيجة نعرف هناك ده بقت وصل كام، لكام النتيجة، وده وصل لكام. ونوصل في الآخر نكتب اه. الجدول ونعمل. امم. فشغف للكرة وخصوصا الدوري المصري بدأ معايا من زمان من وأنا صغير. امم. ففعلا ده فرق معايا جدا جدا، خصوصا ناس كتير دلوقتي من أجيال كتير، حتى الجيل الكبير أو الجيل اللي لسه طالع امم. ما يحبش الكرة المصرية وما يحبش يتفرج عليها عشان في بس أنا يعني بشوف فيها شيء من المتعة بالنسبة لي، إن أنا اتربيت عليها. الملح والفلفل اللي حواليها هو اللي مخليها حلوة بالظبط، يعني. يعني احنا يعني لما فاهم بنقعد انت. نتكلم انا وانت مثلا والناس اللي زينا متابعين ماشي. دوري انجليزي ودوريات اوروبيه، بس الناس البسيطه العاديه بتتفرج على دوري آه، مصري اوكي، بتسمع بس شويه هو الدوري هو المصري. لو اتفرج على الكرة اللي بره هينسى الكرة هو المصرية دي خالص. بيتفرج يعني بيتفرج، بس انا من ساعه ما صلاح طلع فبتلاقي الناس هات لنا صلاح، يعني ما بقولكش اه هات لي ليفر، اه اه هات لنا صح. ماتش صلاح. يعني ممكن يبقى صلاح اهلي بيلعب وزمالك شغال دلوقتي. يقول لك لا هات لنا ليفربول بالظبط. وساوثهامبتون هو مثلا. قاعد بيتفرج، اه لكن قبل كده هو بيتفرج عشان صلاح، الناس اه فعلا بالظبط. يعني نفسها يوصل لاحسن حاجه، مم. فمتابعين كويس. الموضوع بالنسبة له يعني لكن مناسب. الكلام العادي بقى والحديث الديب ديتيلز اللي احنا بنتكلم فيها دي هتلاقيهم عارفينها في الدوري المصري، مش هيعرفوها في الدوريات التانية. والله بص يا صاحبي، انا اقول لك على حاجه. انا بعترف انا يمكن مش متابع جيد للكره المصريه، بس دايما اللي داير حوالين الكره المصريه هو اللي بيعمل سسبنس. مشاكل اكتر من الكوره. ما انا عشان كده بقول لك الملح والفلفل اللي حوالينهم هم اللي كتير. عاملين الجو بتاع بالظبط. لكن فين الكوره. لا لا، يعني يعني الكوره قليله جدا جدا، اه. لكن المشاكل والاحداث هي اللي مخلياك والسسبنس متابع. والدراما اللي بتحصل اوب كتير جدا. يلا ده الاهلي بينسحب من الماتش، اوب بالظبط. يلا مش عارف فاهم، هي القصه خصوصا ماشيه التوك شو، يعني برامج التوك شو موجوده تقعد بقى ساعات ساعات، وبرامج وقناه. عشان ايه نفضل نجيب التفاصيل ونستضيف الفلان بالظبط، الكلام كله الفلاني واحد. ويا ريت واحد من غير نتائج. يعني بالظبط. ما بيفيدش مبيوصلش حاجه. بشيء. يعني ما ده حقيقي. بيطورش الكرة خالص. بتاعتنا يعني. بس يمكن في خطوة اتخذت دلوقتي ان بقى في مدير رياضي، في إدارة رياضية موجودة في مظبوط. نادي الزمالك مم. متمثلة فيه جون ادوارد. تمام. يمكن نادي الزمالك بيواجه مشاكل كتير جدا حاليا في الفلوس، والفلوس يعني الفلوس اللي عايزها والفلوس اللي عليه مظبوط. من الناحيتين. بس ابتدى ان هو يفكر ان هو يدعم بالشكل السليم. شايف الزمالك ممكن يوصل لفين بعد التدعيمات اللي هو بيعملها او الافكار اللي هو بيطرحها دلوقتي. والله هم يعني ابتدوا يشتغلوا بشغل كويس، شغل تمام. منهجي اكتر، يعني امم. مش جايبين اي حد وخلاص لاعب كوره سابق وما عندوش اي خلفيه عن البوزيشن اللي هو جاي فيه، فجابوا جون امم. ادوارد عليه امم. تجربه ناجحه جدا مع فاركو. امم. ابتدوا يجيبوا لعيبه تناسب امكانياتهم.
مم. لعيبه برضو تقدر تضيف حاجه للنادي. مم. لحد دلوقتي تقريبا الصفقه السادسه النهارده اعلنوها او السابعه، اللي هو مش الواد متذكر. البرازيلي ده اللي هو دي اسمه ايه، الكراز مش عارف ايه كده. لا، محمد اسماعيل من زد، مدافع. كان في برضو الصفقة اللي كانت معروضة على بيراميدز تقريبا والزمالك تدخل فيها او حاجة كده، يعني حاجة كانت لا، ماشية في النهارده رسمي الاتجاه ده اعلنوا يعني. عن محمد اسماعيل. تمام. فشويه لعيبه اللي هم جابوها فعلا، ممكن الجمهور الزملكاوي ما يكونش شايفها افضل حاجه، بس ده افضل متاح طالما دلوقتي. هيفيد المنظومة افضل متاحين. وهيكسبنا، بالظبط. فانا كجمهور هنبسط. خصوصا ان النادي قبل كده ياما جاب لعيبه مم. اسامي، لعيبه مم. كبيره وما مم. ضافتش حاجه. مم. فوارد ان القصه المره دي ان هم جايبين لعيبه جعانه كوره زي ما بنقول، مم. وتقدر تضيف حاجه للنادي يعني. التدعيمات الرهيبة القوية الجامدة جدا اللي عملها الأهلي، فجأة بتلاقي بن شرقي، بتلاقي زيزو ضربة طبعا قلبت الدنيا خالص. مظبوط. بتجيب محمد بن رمضان، بتجيب كذا أليو ديانج بترجعه تاني. شايف برضو هل دول هيعملوا قلق في الأهلي؟ وخاصة زي ما بيتذاع دلوقتي بنتكلم على السوشيال ميديا، أوضة اللبس ان مظبوط. هي هتبقى مش مظبوطه، هيبقى في لعيبه كتير كلاس ايه واللعيبه كتير مثلا مظلومه، مش هيبقى في لعيبه شباب موجوده كتير. شايف الموضوع ده هيمشي مع النادي الاهلي بسياسه النادي الاهلي بيكون ازاي؟ وهسألك برضو في اخر حاجه في الموقف بتاع وسام ابو علي، كان رايك ايه في اللقطه اللي حصلت يعني؟ بس هبدا معاك من اخر حاجه. وسام، انا شايف ان هو من يوم ما جه الاهلي واول ماتش ليه وابتدى يبين قدراته، انا امم. قلت ان ده مش هيفضل في الاهلي كتير. انا قلت زيك 100%. وقريب جدا 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 هيفقد اللعيب ده، امم. لان الاهلي مش هيقدر على اغراءات الانديه التانيه. امم. هتجيله عروض فعلا من انديه كبيره، لدرجه ان احنا السيزون يعني في يناير كان في كلام من اف شتاين عليه. امم. آه، ففعلا لا، لعيب فارق جدا جدا جدا، طبعا. امكانياته مش طبيعيه. متكامل بنسبه غير كبيره جدا. بالظبط يعني احنا شامل، يعني مهاجم عانينا شامل من، يعني. يعني من بعد عماد متعب ما افتكرش الاهلي واحد بس. دخل مهاجم واحد بس. كويس. سليماني كوليبالي. بالظبط، الهارب. مش هروح اقول لك. ده الوحيد اللي جه كان اقنعني، لا امكانياته، مالك ايفونا ولا لا لا وليد لا، ازارو خالص ولا الناس خالص دي. خالص. ده الوحيد اللي كان فعلا متكامل. وعانى الاهلي، عانى كتير جدا جدا عشان يلاقي ضلته في صح. مهاجم. احنا كام سنه الاهلي ما فيش مهاجم. حصل. وبتجيب لعيبه فعلا، مروان محسن وكان عمرو جمال وغير الافارقه. ووليد ازارو واليو بادجي والتاني في اللي كان لعيبه ابو كتير زعروره جدا ده اللي كان جدا اسمه إيه، اللي جدا. دخل في الجون بتاع بايرن ميونخ، مش فاكر كان اسمه ايه. اسمراني كده وعامل زي الاناناسه كده. كنت بتريق عليه دايما. وهو كان ضايع يعني، هفتكر لك اسمه واحنا بنتكلم، اللي بس كان كان جاي من الجونه. اه اشول. ما علينا، هنفتكره احنا شغالين كده. ماشي. فلا، ففعلا والتر امكانيات. بولي. والتر بوالي، تمام. بالظبط، برافو اه. عليك. فكان في، لا يعني فعلا، لا هو ده مش هيقعد. مم. وخصوصا التألق بتاعه في كأس العالم للأندية، أحرز هاتريك في هاتريك في بورتو. بورتو في الماتش الاخير. فده خلى الأندية تعمل فوكس أكتر عليه، مم. لدرجة إن إحنا شفنا إن هو دلوقتي راح كولومبوس كرو. مم. فرئيس النادي قال لي إحنا بنتكلم معاه من يناير. فلما أحرز هاتريك في بورتو أنا اتضايقت جدا وزعلت جدا، عشان كده العالم هيتفرج عليه أكتر والناس هتتابعه أكتر. إحنا كنا اللي هو تحس إن هو إيه، مستخبين كده وإحنا بنتكلم مم. معاه محدش عارفه، فكده ظهر أكتر ونور أكتر يعني. بس انا يعني مش عاجبني غبائه. لا، هو اتصرف باسلوب مش كويس غير خالص. التصرف. كولومبوس الامريكي. هو شايف ان هو هيبقى اعلى لاعب في يعني مرتب، هيبقى اعلى لاعب في النادي. يعني انت كان قدامك لسه سنين كتير تلعب في اوروبا. هو شايف ان خلاص ابجريد ليه، هيروح يعيش في امريكا. في كلام ان هو بيقول ان هم هيعرضوا عليه الجنسيه الامريكيه، معرفش حقيقي ولا الله اعلى لا. واعلم بصراحه، بس انا ما لكن عجبنيش غبائه كسالري بصراحه. هو هو اعلى، هيبقى اعلى حاجه طبعا. اعلى سالري في النادي. واعتذاره مش مقبول. هو ممكن يكون تطرق للنقطه دي اللي الناس ابتدت اللي هو الفيديو تفهمه. اه. لا انت كده تعادي تخسر الجمهور، وفعلا مم. في ناس، قطاع كبير جدا من الجمهور ما تقبلش الاعتذار صح. بتاعه ومش مسامحه على اللي هو عمله. بس في الاول وفي الاخر هو هو لاعب جهته. محترف، هو مش مصري عشان نقول صح. عليه، فهو بيدور على زي اشرف بن شرقي، المفروض الزملكاويه مثلا ما كانوش يزعلوا ان هو جه بالظبط. الاهلي، ان هو هو لاعب محترف. ممكن تزعل من لعيب مصري انه عمل كده، لكن ده امام مش عاشور مصري. بقى، زيزو، كهربا، الناس اللي هي جت من الزمالك مظبوط. للاهلي او العكس، من الاهلي للزمالك، ده اللي مظبوط. بقى اللي تزعل عليه. مظبوط. التدعيمات بقى بتاعت الاهلي شايفها هتفيد الاهلي بنسبه كبيره في البطولات اللي جايه، طبعا هتفيد الفرقه ولا جدا هتعمل جدا. ربكه؟ ما اعتقدش هتعمل ركه. سيستم الاهلي والنادي ادارته. اصلا جوه ما بيسمحش امم. لاي حد بيعمل الكلام ده. امم. وفي دروس كتيره قبل كده حصلت مع لعيبه كتيره، شفنا امم. ان لما لعيب بيخرج عن السيستم امم. بيبقى مكانه بره الفرقه خالص خالص يعني.
فما اعتقدش ان هم يسمحوا لحد ان هو يعمل كده ربنا خالص مهما يوفق كان اسمه. الفرق المصرية يا رب. سواء في البطولات القارية بشكل أخص، يعني مظبوط. الأهلي، الزمالك، بيراميدز كمان بطل، يعني شئنا أم أبينا، وافقت أو ما وافقتش، الزمالك البيراميدز هو بطل أفريقيا حاليا. اكيد. مم. ونتمنى بقى الفرق الشعبية إن هي تبدأ إن هي تزق نفسها شوية وتطلع شوية للدوري عشان يبقى على الأقل في حماس وشغف يا رب للدوري. نتمنى والله الكوره من غير جمهور ملهاش لازمة. خالص، كوره للجمهور. ملهاش لازمة. فاضل حاجة أخيرة إن أنت تمضي لنا على الكورة بتاعتنا. شرف ليا. أنا عايز أتكلم في الكورة تاني. استمتع يا ابني، الناس نايمة تحت يا ابني، يا ابني الناس نايمة تحت يا ابني. مع تحياتي أشرف أمين، محمود كوكو. ماشي. أنا هستأذنك يا كابتن أحمد عشان أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله أنت هتكون في مكان عالي جدا، يمكن ما نعرفش نقعد معاك بعد كده تاني. لا حبيبي. فأنا عايزك تمضي على الكرة بتاعتنا بعد إذن حضرتك. طبعا شرف ليا. اتفضل يا كابتني. اتفضل. يا جماعة عايز أقول لكم إن لغاية لما يمضي على الكورة كابتن أحمد أيوب دفعتي. كابتن أحمد أيوب يمكن نفس الشغف عندي وعنده، بس هو خد طريق التدريب وأنا خدت سكة تحليل الأداء والميديا. بس في الآخر التقينا مع بعض، وإن شاء الله نكرر الحلقة دي في يوم من الأيام، يكون كابتن أحمد أيوب مثلا في الإدارة الفنية مع بيب جوارديولا. مش بعيد على ربنا خالص، وهو عنده الإمكانيات، ومصر كلها أصلا فيها شباب عندها الإمكانيات اللي تخليهم يوصلوا للأماكن دي. وفي كتير، في كتير مصريين محللين أداء أو مدربين موجودين في الدوريات الأوروبية على مستوى العالم. فإن شاء الله ربنا يوفق كل الناس في سكتها، مش كمحلل أداء بس، مش كمدرب بس. إن شاء الله لو كنت وكيل لاعبين، ربنا يوفق الجميع يعني إن شاء الله. حبيب أخوك. أنا متشكر جدا ليك يا كابتن أحمد. حبيبي. خلينا ربنا نتكلم يخليك. فورمال شوية بعيدا عن عن الصحوبية. شرف أنا ليا. متشكر جدا ليك يا صاحبي، حبيبي. وإن شاء الله ربنا يوفقك يا رب وهيكرمك إن شاء اللهم الله. امين انا وانت. طلب شخصي مننا، كمل، متقفش. أنت بتعمل حاجة مش كل الناس بيقدروا إن هم يعملوها، بتجيلك فرص مش كل الناس بتجيلها الفرص دي. مظبوط. فأرجوك كمل، هتوصل بإذن الله إن شاء الله، وعندك الإمكانيات اللي تخليك تعمل كده. يا رب. فأنا متشكر جدا ليك على الحلقة ربنا الجميلة يخليك. دي، شكرا ليك. وأنا بشكركم جدا إن أنتوا وصلتوا معانا لغاية هنا، وإن شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمة. سلام عليكم.